السلام عليكم. اليوم مع وصفات ام والي جبتكم ميني مطلوع محشي بواحد الحشو معسل بنين رائع، ما فيش بزاف تعقيدات، غير شويه مقادير وحنا درنا هذه الكميه ما شاء الله. يلا تبعي معايا للاخر باش تكتشفي كيفاش حضرت هذا الميني مطلوع. نبداو بالعجينه. هي الاولى العجينه واش فيها؟ عندي هنايا كاس نتاع الماء دافي، ندير معاه مغرفه كبيره نتاع السكر مع مغرفه كبيره نتاع خميره الخبز، نزيد معاهم كاس تاع السميد الرطب، ونخلط كلش بالميكسور حتى يعني هذاك الخليط تاعنا يولي رطب. بسم الله. بعد ما خلطته مليح هكذا، ها هو الخليط اللي تحصلنا عليه. يعني هنا رانا نوجدو في الخميره. من بعد هنا واش ندير؟ نغطيه بكيس بلاستيكي ونخليه يرتاح لمده نتاع 10 دقائق. بعد ما خليته يرتاح لمده نتاع 10 دقائق ها هو خمر معنا. هنا بمثابه اننا يعني دلكنا العجينه. بعد هنا واش ندير 2 مغارف كبار نتاع الزيت، يعني حتى خمر المره الاولى. نديروا له 2 مغارف كبار نتاع الزيت مع مغرفه صغيره نتاع الملح باش ما يجيناش صامت طبيعه الحال المطلوع تاعنا، ونبقى نزيد له في الفرينه حتى نلم العجينه تاعنا. اذا نخلط هكا، ندير شويه فرينه في الاول ونبقى نزيد حتى يتلم لي العجينه تاعنا. بعد ما لميت العجينه نحكمها لهنا وندلكها شويه، على الاقل 2 دقائق 3 حتى نحس بلي العجينه ولات رطبه وطريه. بعد ما دلكت العجينه شوفوا ولات رطبه وطريه. هنا واش ندير شويه تاع فرينه، نعاود نرجعها للغيسيبيون تاعنا ونعاود نغطيها على الاقل 30 دقيقه حتى تشوفيها خمرت وضاعفت الحجم نتاعها. بعد ما خمرت العجينه شوفوا كيفاش طلعت. نحكمها بون دو طرافاي تاعنا، ندير السميد، يعني ندردر. من الاحسن اننا ندردرو السميد. تقدري ديري الفرينه لكن بالسميد يجي الشكل نتاعو شباب. نرفد العجينه تاعنا هكذا ونفتحها بالحلال، وكل مره نشوف ونتاكد انه العجينه تاعنا يعني ماهيش لاصقه. اذا نفتحها. بعد ما فتحت العجينه يعني شوفوا كيفاش يكون السمك تاعها، تكون شويه رقيقه. نجيب كاس ولا طابع ولا انت كيفاش راكي حابه. هاد المطلوعات تاوعك كبار ولا صغار انت تتحكمي في الحجم نتاعهم. انا حنديرهم بهذا الحجم وبهذا السمك. اذا نديرهم في سنيوه اللي كنت درت فيهم طرشونه هكذا ونحطهم. بعد ما كملت كامل نعاود نغطيهم ونخليهم يعاودوا يخمروا على الاقل 10 دقائق. يعني المهم كي نشوفهم طلعوا شويه. العجينه اللي بقات لي نعاود نلمها، نعاود نفتحها ونطبعها بنفس الشكل تاع كيما يعني طبعناها في الاول، ونعاود نديرهم تاني في سنيوه واحده اخرى ونغطيها. اذا هما الخبيزات عاودوا تنفخوا، خليتهم هكذاك واحد 15 دقيقه، يعني على حسب الجو اللي يكون عندك في الكوزينه. اذا الطاجين تاعي راهو سخون ونحط الخبيزات تاعنا، يعني خطره زوج نطيبوهم كاملين. اذا نستف كامل الخبزات اللي عندي، يعني قيس ما يتعمر لي الطاجين، غير يبداو يتنفخوا نقلبهم يعني هكذا وراهم يطيبوا. اذا الخبيزات تاعنا راهم يطيبوا، وكل 10 ثواني اقلبيهم هكذا، رغم انه مازال ما تحمروش لكن نقلبهم كل 10 ثواني. نقلب كل 10 ثواني نقلب حتى يطيبوا ويتنفخوا ويجونا فارغين من الداخل. الوقت اللي راني نقلب فيهم بداو يتنفخوا لنا. لاحظوا الخبزات بداو يتنفخوا، كي يتنفخوا لنا يجونا فارغين من الداخل. المهم تبقاي تقلبي والطاجين ما يكونش بارد هكذا باش يتنفخوا لك. الا كان الطاجين بارد يعني النار قليله مش رايحين يتنفخوا.
اذا ها هما طابوا الخبيزات تاعنا، حمرتهم نحيهم ونكمل نطيب الكميه اللي بقات لي. اذا هذه هي الدفعه الاخيره، نطابوا لنا كاملين نحيهم وهما سخونين لازم نغطيهم. اذا نغطوهم بطرشول هكذا باش يطراو لنا. اذا نغطيهم هكذا الوقت اللي نوجدوا الحشو نتاعنا. اذا انا بالنسبه للحشو عندي بصله شويه كبيره اللي قطعتها رقيق ودرتها في الزيت تقلى لنا مليح مليح. بعد ما تقلى هذاك البصل انا عندي كميه نتاع لا فيون داشي والا دجاج مطحون كيما حبيتي، اللي رايحه نفتحهم مليح مليح مع هذاك البصل باش ما يطيبلناش مكور. بعد ما طاب لي هذيك لا فيون داشي وندير لها الملح. اذا نملحوها شويه نتاع الفلفل الكحل وشويه نتاع المعدنوس خضر ولا يابس اللي عندك تستعمليه، وندير عليهم طرف نتاع فرماج ولا فرماج مثلثات، الفرماج اللي عندك المهم انه يذوب. اذا نخلط كلش مع بعض يذوب هذاك الفرماج شويه. من بعد نزيد عليهم كميه نتاع لا كريم فريش، يعني قيس ما يكفيني انه كل هاد المواد اللي درتهم يتعسلوا مع بعض ويطلقوا البنه. حنا ماناش نحوسوا عليه يكون جاري، وانما يحكم لنا كل شيء. هكذاك واحد نص كاس رايحه تكفينا. هذاك الفرماج يذوب ويتخلط لنا مليح مليح مع هذاك اللحم والبصل. اذا الحشو تاعنا راهو واجد ونطفي عليه. اذا الحشو تاعنا ها هو معنا واجد. نجي هذوك المطلوعات ونحكمهم ونفتحهم في الوسط، نفتحهم كاملين. اذا هكذا نزيد هذه. دونك هنا الا ما تنفخلكش ماشي معناته انك ما نجحتيش فيه، عادي. ها هو معنا نفتحهم كاملين. انا حبيتهم من الرقاق باش ما تحسيش انك تاكلي غير في العجين. ها هو معنا. فوالا ونبدا نعمر المطلوع تاعنا بهذاك الحشو المعسل البنين. هايل 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 البنات. هذا الحشو مام تقدري ديريه بالدجاج يكون مقطع مربعات صغيره تاني يجي بزاف شباب. اذا هكذا تقدري ديري معاه لي فخي تقطعيها مربعات صغيره، لكن هادو الصغار يعني مش راح يدونا بزاف، نديرو غير شويه شويه وحنا عمرنا هاد المطلوعات نتاعنا. هكذا لاحظوا معنا. حبيت نزيدو تزيين خفيف، هذه حسب الرغبه، يعني ماشي لازم نديرلو غير هكذا شويه نتاع الفرماج رابي في الفتحه، يعني ما تكتريش، ندير غير شويه هكذا باش يبان الشكل نتاعهم الشباب. اذا نكمل كامل هاد المطلوعات نزينهم وتكون الوصفه تاعنا واجده معنا. هكذا الوصفه تاعنا اليوم هي معنا واجده. بعد ما شبحتهم بهذاك الفرماج رابي، ها هي الكميه اللي عملتها لي. الحشو يبقى اختياري كما سبق وذكرت، تقدري ديري فيوند اشي ولا ديري دجاج مطحون ولا ديري دان داشي، ولا تقدري تحكمي الدجاج وتقطعيه مربعات صغيره وديريه بنفس الطريقه. تقدري ديري بطاطا، ديري واش حبيتي. ها هو هنا ميني مطلوع تاعنا، الخبز جا طري، هذاك الحشو معسل معسل هايل. نتمنى انكم تجربوا الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.